السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ان شاء الله النهاردة بقى نعمل فكرة جديدة، ونعمل مع بعض اول روتين معانا في القناة. نغير بقى من المطبخ شوية ونطلع برا المطبخ، ونشوف كده نعمل روتين مع بعض بسيط. هو مش روتين قوي يعني، انا قلت كده ايه، اغسل الستاير واغيرها كده واحط ايه الغيار التاني، نشوف كده مع بعض هنعمل ايه. آه، أنا عندي الستاير اللي كنت هاعملها إيه، رُحت سألت الراجل. بصراحة ده الكلام ده من مدة يعني، رُحت سألت الراجل قال لي إيه مبلغ كده كبير. فبعد ما كسلت وقُلت لأ مش هاعمل ومش وقته وكده، قُلت إيه طب ما أنا أعملها، وخدت الفكرة بسيطة كده من دماغي كده، قُلت إيه أشوف هاجرب الدنيا إيه. ويا ريت تقولوا لي رأيكم بقى، لو عجبتكم قولوا لي في الكومنتات. جبت القماش، نزلت جبت القماش كده وجبت الفرنشة بتاعته وفصّلته أنا. جِبت الستارة، وبدل بعد ما كنت عاملاها اللي هو الشريط الدِبَل وكده وأركّبها، فقُلت إيه باكسّل بقى لمّا باجي أعملها بابقى مُتعبة، بتبقى مُتعبة جامد بابقى عايزة أغسلها وأكسّل وكده. فعملتها بقى اللي هو الشريط اللي هو إيه، يعني بقيت أدخّلها في الماسورة. جِبت ماسورة تانية وبقيت عاملة اللي هو القطيفة ديّة، اللي هي اللونين هتشوفوها دلوقتي مع بعض. فقولوا لي رأيكم بقى كده أحسن والّا الأول؟ الأول طبعًا ما كانت الدِبَل ديّة بتعاكس بقى، والدِبَل بتغلّبني أوي في التركيب والخلع برضه لمّا باجي أغسلها. فكده بقت بسيطة وسهلة بقى، وباحب إيه إن أنا أغسلها كل فترة صغيرة كده، عشان بقت سهلة وكويسة. كده أنا ركّبت اللي هي الستارة الأمامية، هي الخلفية قصدي، اللي هي إيه الشافون ديّة الأول. وبعد كده بقى جِبت الماسورة التانية، ما أنا عملت بقى إيه اللي هي الماسورتين الدبل ديّة علشان أحط القطيفة فوقها بقى، بقت كويسة أوي غير الأول. الأول بقى كنت باعملها في اللي هي البلتكانة دي اللي هي الخشب، وكنت بقى باعملها ساعات بالدباسة، أو يعني بالدبل اللي هي التانية دي، كانت بصراحة بتغلبني أوي. من ساعة بقى ما عملتها اللي على الماسورة كده، بقت سهلة، بقيت كل فترة صغيرة كده أشيل وأغسل وأغيّر وكده بقت حلوة. فقولوا لي بقى رأيكم، إيه رأيكم؟ مين عندكم بقى عامل كده؟ دي أسهل طبعًا، اللي عامل بقى زيي يقول لي رأيه إيه. كده بقت على الماسورة، وكده بقى إيه، بادخّل الجزء الأولاني دوّة اللي هو اللون البيج الأول، وبعد كده إيه، هنعمل اللي هو النبيتي. أنا بقى اللي عاملاها كده دي عندي في البيت على إيدي كده، وحاجة بسيطة وسهلة كده. قولوا لي رأيكم، لو عجبتكم قولوا لي رأيكم، لو ما عجبتكوش يبقى خلاص بقى أنا عملتها وخلاص. قولوا لي بقى أمّا تخلص كده هتشوفوا شكلها حلو والّا لأ. هنا بقى عملت اللي هو اللون البيج دوّة، وبعد كده هاحط اللون النبيتي الناحية التانية عكس الاتجاه، علشان تدّينا الشكل النهائي اللي هو إيه، الفستونات ديّة، علشان تدّينا بقى الطبقتين مع بعض، اللونين مع بعض. هنا بقى بادخّل دي الأول، وبعد كده بادخّل الاتجاه التاني علشان الفرنشة دي تدّينا الشكل اللي هو إيه قصاد بعض. أهو بصوا ده، كده ده الشكل ده. ممكن إن أنا أسيب الستارة كده بس، وألم الجنبين كده من الجناب اللي هو مش عارفة اسمها شرابية تقريبًا. اسمها شرابية كده، اللي هي بتلم الستارة نفسها. بس إيه اللي حبيت بقى إن الشكل التاني اللي هو النبيتي كده حبيتها مع بعض، لإن أنا شُفتها عند الراجل، بس بصراحة قال لي إيه سعر يعني بصراحة غالي. فأنا قُلت إيه أعملها أنا بقى على قدّي كده. بُصّوا دي هاركّبها بقى فوقها من الناحية التانية، علشان تدّينا الشكل النهائي اللي هو إيه الدورين فوق بعض. هنا أنا مثبّتاها على حرف البلكونة علشان إيه أورّيها لكم عشان قبل ما أعلّقها يعني. بُصّوا كده، هي ممكن بقى تبقى إيه تدّي الشكل دوّة من الأول، وتتعمل في الجنب كده بالشنكل اللي هو اللي هو بيبقى متثبت في الحيطة دوّة. بس أنا حبيت أضيف لها بقى اللون اللي هو النبيتي دوّة، عشان بصراحة شُفتها عنده وعجبتني أوي، بس قال لي بقى مبلغ كبير كده. فأنا عملتها كده، إيه رأيكم بقى قولوا لي؟ عمايل إيديّا بقى، حاجة بسيطة كده على قدّي، و وعايزة أشوف رأيكم إيه. كده الشكل النهائي بتاعها.
جبت بقى اللون النبيتي دوت على الجنب ورفعتها كده في بيبقى مش عارفة اسمها صراحة، يعني بتلم الستارة من الجنب ديت، مش عارفة اسمها ايه، اللي يعرف اسمها بقى يقولي عشان انا ناسية اسمها صراحة. وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب يكون ذوقي عجبكم. هجيب بقى النهاردة، جبت حاجة كده وعايزة اخد رأيكم فيها، قولولي بقى رأيكم. الجوانتي دوت بقى طبعا ايه، بنتي عشان هي اللي بتصبن المواعين، فقالت لي بقى الدنيا ساقعة يا ماما، والدنيا بقت ساقعة، المية بتبقى ساقعة عليها وكده، بس ايه بتبقى احسن من ان انت تفتحي السخان يعني وكده، السخان بقى بتقعدي تظبطي المية وكده، لا هي بتحب تصبن كده على طول. فقالت لي بقى الجوانتي دوت شافته عند واحدة صاحبتها يعني وشكرت لها فيه، فحبت تجيبه، فجبته لها بقى ايه، قولوا لي رأيكم بقى دوت حد استخدمه قبل كده. هو الخامة بتاعته سيليكون، وبصوا الاستيك بقى بتاعه دوت بيضم ان هو ما يدخلش ميه في الكم يعني بتاع التيشيرت او العباية اللي احنا لابسينها وكده. فحلو بصراحة، لما جربته عجبها قوي. دوت جابته ب35 جنيه. بس الخامة بتاعته في نوع تاني ارخص شوية، بس ما كانش حلو صراحة، كانت الخامة خفيفة جدا، وكمان مش متبطن من جوه. بس دوت بقى خامته بصراحة جميلة جدا، سيليكون نضيف، وفي نفس الوقت الاستيك دوت صراحة يعني ايه، مش بيخلي المية تخش في الكم. استعملته بصراحة ممتاز جدا. قلت اقول لكم عليه برضو علشان اللي عايز يستفيد منه ويجيب زيه. هو بصراحة كويس، يعني لما استخدمناه صراحة لقيناه حلو قوي. وبتستخدمه بقى ايه، ان انت يعني بتحركي ايدك عادي، ما مش مقيد يعني، مش وحش في الاستخدام، لا بتحركي ايدك كويس، حلو قوي. والاستيك كمان ضامن ان هو ولا ينزل ولا يدخل ميه جوه الكم ولا اي حاجه. بصوا بقى هوريكم كمان من جوه متبطن، خامه كده حلوه جدا، ان هي ايه تبقى متماسكه مع البشره نفسها مع الايد، وفي نفس الوقت ما السيليكون نفسه مش على الايد يعني يبقى ايه مثلا حاجه خشنه ولا حاجه. بصوا ماسك بقى كده الكم، ما بيدخلش جواه ميه ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت الجوانتي نفسه ما يقعش كده واحنا بنستخدمه في المواعين بقى، والحاجات طبعا اللي احنا بنبقى في المطبخ وقت كتير، وكل سنه وانتم طيبين بقى الشتا الميه بتبقى ساقعه جامد. بصوا بقى متبطن من جوه ازاي، القماشة الخامة اللي جوه دي عاملة زي القطيفة كده أو المهير، فبصراحة حلوة جدا. ولما بتخلصي بقى المواعين وحاجتك كده بتشطفيه وبتنشره بقى هي مثلا في الحنفية بتاعة الخلاط كده، أو في المطبقية فوق الحوض أي حاجة، بينشف على طول يعني مسافة وقت صغير جدا، مش ان هو بيقعد مبلول ولا حاجة، لأن السيليكون صراحة يعني ايه خامة كويسة وما بتمتصش المية. وحتى الخامة اللي جوه دي ما بتخشلهاش مية، بس هي علشان تبقى على البشرة ما يبقاش ايه البلاستيك دوت يبقى هو اللي على الايد، هم حاطينها يعني كده علشان تبقى ماسكة في البشرة كويس في الايد يعني. قلت بقى اقول لكم على الفكرة البسيطة ديت علشان اللي عايزه يجيبه يستفاد ويبقى ايه، ويستغلوا بقى في السقعة والشتا اللي احنا داخلين فيه دوت. وكل سنة وانتم طيبين بقى الشتا طبعا، بس المواعين طبعا ما بتخلصش انتوا عارفين يعني، حاجة شغل البيت والمطبخ، فاحنا قلنا ايه نساعد على قد ما نقدر يعني، ونعرف نستفاد. يا رب يكون